لسه عند بعض اللاعبين ديال الامل، وكذلك فرصه كانت لمتابعه العديد من اللاعبين تم انتدابهم. الوداد انتصر على شباب المسيره بجوج صفر وتعادل مع الكوكب مراكش 0-2. هذه فرصه الحكم كيعلن عن ضربه جزاء. الحكم يعلن عن ضربه جزاء الصافره ديال الحكم سعدي الحنفي. ضحك وعبد العالي المحمدي. معاذ الضحاك يستعيد كيوضع الكره في شباك. هدف اول لفائده فريق اتحاد تورقه. اذا هدف اول، فرحه كبيره للاعبي فريق اتحاد تورقه. هدف اللي سجلوا معاذ الضحاك ديال العلي محمدي في نفس المكان في الجهه اليمنى، ولكن كره كانت قويه ارضيه تمكنش المحمدي من ابعادها. والدوري الايطالي قد يكون لحل من الحلول بالنسبه لفريق الوداد على مستوى الهجوم، وكذلك انه يعطي دفعه على مستوى الهجوم ديال فريق الوداد. هذه فرصه داخل منطقه تسديده ممتازه والهدف. هدف تعادل لفائده فريق الوداد بواسطه اللاعب وليد ناصي. تابعنا التسديده قويه، تدخل الحارس عبد الرحمن الحواصلي، ولكن المتابعه كانت حاضره من وليد مناسب. يضع الكره في شباك وهدف تعادل لفائده الحارس كذلك ديال الطاقم التقني ورولاني مكوين. والهدف نسيم الشادي يسدد كرة في الشباك. لاحظوا نسيم الشادي، قلت بانه لاعب عنده امكانيات جيده وامكانيات مهمه. تسديد منها كرة مشات في الجهه اليمنى. رضوان ايت المقدم، رضوان كاميرا داخل منطقه جزاء. فرصه المراوغه، دائما الكره خرجت. كان بامكان اذا حمزه الساخي لعب الكره دائريه، تدخل وابعاد الكره. ابعاد الكره بشكل تبدات في اتجاه لاعب اسماعيل بن خطيب. تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه تدخل وابعاد الكره. ابعاد لاعب حمزه الساخي. تبدات الركنيه ارضيه، دي فرصه دائما خطوره. خروج الحارس، خروج الحارس بكل هدوء. خراز لعب الكره طويله داخل منطقه الجزاء. فرصه تسديده محمد شملال وتدفع منه ستارتي امادو ندياي. كره طويله، دي فرصه لفائده فريق اتحاد تورقه عند محمد شملال. كيرجع كره لمعاذ الضحاك. الحكم كيعمل خطا. ضحاك لعب الكره مباشره، دي فرصه تدخل دائما خطوره متواصله. تسديده مشات فوق المرمى. تسديده مشات. سنتابع من جديد معاذ الضحاك. لعب الكره بقوه ثم تسديده. الهدف وليد ناصي سيغادر ودخول المهاجم محمد الريحي. أسامة الزمراوي. ترجع الكرة لحمزة الساخي. طبعا داخل منطقة الجزاء الرأسية وفرصة هدف نيونغ مباي في أول